هدف أي متداول بيكون واضح، وهو إنه يحقق أرباح بشكل منتظم، مش ضربة حظ ولا صفقة استثنائية كل فترة. المهم بيكون الاستمرارية، ومع ذلك نسبة قليلة جدا اللي بتوصل للمرحلة دي. السؤال اللي ممكن تكون بتسأله لنفسك ومش لاقي له إجابة هو ليه في ناس ناجحة وعندها مهارات وخبرة في مجالات تانية وبتيجي عند التداول وتفشل؟ بالنسبة لمارك دوجلاس الإجابة كانت نفسية قبل ما تكون فنية. الناس اللي بتكسب دي بتفكر بطريقة مختلفة. مارك بدأ التداول في السبعينات، كان شغال في وكالة تأمين تجاري وكان ناجح جدا في شغله. افتكر ان النجاح ده سهل جدا يتنقل معاه للتداول، لكن اللي حصل العكس تماما. انتقل لشيكاغو لانها كانت مركز التداول وقتها، وخلال شهور قليلة خسر كل حاجة تقريبا. والخسارة دي كانت نقطة تحول في حياته. بدأ يفهم ان المشكلة ما كانتش في السوق، المشكلة كانت في طريقة تفكيره تحت الضغط. وهنا بدأ يكتب اول كتاب له، وهو المتداول المنضبط. الكتاب ما كانش فيه اي استراتيجيات، كان عن تطور الموقف الذهني الربحي. وبعد سنوات من البحث والتدريب أصدر كتاب التداول في المنطقة، الكتاب اللي بيعتبروه متداولين كتير إنه المرجع الأقوى في سيكولوجية التداول. ومارك اشتغل مع كل أنواع المتداولين، متداولين أفراد، مديري صناديق التحوط، ومتداولين مبتدئين. وبعد أكتر من 17 سنة تحليل وتجربة وصل لحقيقة أساسية جدا متأصلة في طريقة تفكيرنا، بتخلي عقلنا دايما مش متوافق مع طبيعة السوق. السوق قائم على الاحتمالات، لكن عقلنا مبرمج عن البحث عن اليقين. المتداول الناجح مش هو اللي بيعرف المستقبل، هو اللي بيؤمن بثلاث مبادئ. أول مبدأ، مش لازم تعرف اللي هيحصل بعدين عشان تكسب. المبدأ الثاني، أي شيء ممكن يحصل. المبدأ الثالث، كل لحظة في السوق فريدة، لكل صفقة تجربة مستقلة. النجاح في التداول مش إنك تمنع الخسارة، لكن تنفذ خطتك بدون تردد وتكرر العملية بشكل منهجي، من غير خوف، من غير محاولة إثبات إنك صح، ومن غير ما تتعلق بنتيجة الصفقة. الكورس ده مش جاي يديك نظام تداول، لكن جاي يغير طريقة تفكيرك. لأن لو غيرت استراتيجيتك من غير ما تغير طريقة تفكيرك، النتيجة هتفضل هي. لكن لو غيرت طريقة تفكيرك، حتى نفس الاستراتيجية هتديك نتائج مختلفة. في الفيديو الجاي إن شاء الله هنبدأ فعليا في أول مفهوم محوري، وإزاي نبدأ نفك الاشتباكات دي. لو وصلت معايا لهنا ما تنساش اللايك، الاشتراك في القناة، وتفعيل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. أشوفك على خير الفيديو الجاي.